إزاي أحمي أولادي من تأثير المشاكل بيني وبين جوزي من غير ما أظلم حد؟ في سؤال دايما بيجي في دماغ أمهات كتير: هو أنا ممكن أسيب جوزي أو حتى أعيش معاه وسط المشاكل من غير ما أولادي يتأذوا؟ الإجابة مش بسيطة، بس خليني أقولك الحقيقة الكبيرة اللي لازم كل أم تبقى عارفاها. العيال بتحس قبل ما تفهم. الطفل ممكن يكون لسه ما عندوش كلام يعبر بيه، بس عنده قلب وعين وأذن بتلقط كل حاجة. النبرة صوتك، النظرة في عينيكي، التوتر في الجو، كل ده بيسيب أثر جواهم حتى لو ما اتكلمتيش بكلمة واحدة قدامهم. الشد والخناق المستمر مش لازم يكون بصوت عالي علشان يوجع. أوقات سكوتك وانسحابك بيخليهم يقلقوا أكتر من لو كنتوا بتزعقوا. البيت اللي فيه توتر يومي بيخلي الطفل يعيش في حالة طوارئ مستمرة، زي اللي دايما حاسس إن في حاجة هتحصل وإنه لازم يكون على استعداد للهروب أو الدفاع عن نفسه. النتيجة طفل مش مطمن، طفل مش بيقدر يركز في لعبه ولا في دراسته لأنه حاسس إن العالم حواليه غير آمن. بس هو الحل إننا نخبي، ما نقولش حاجة، نتصنع الضحك قدامهم وإحنا جوانا مكسورين؟ الحقيقة لأ، في فرق كبير بين إننا نخبي وبين إننا نحافظ. فرق بين إنك تحملي الطفل أكتر من طاقته وبين إنك تشاركيه بالقدر اللي يناسب عمره واحتياجاته النفسية. يعني إيه؟ يعني ما تقوليش له أنا تعبانة علشان باباك بيضايقني، لكن ممكن تقولي ماما بتمر بيوم مش سهل بس أنا عارفة أتعامل وإنت مش مسؤول عن ده. دي جملة بسيطة بس بتحط حدود واضحة. بتقولي له أنا شايفة اللي بيحصل بس مش هخليك تشيل همي. طيب نعمل إيه بشكل عملي علشان نخفف التأثير ده؟ خليني أديكي شوية خطوات ممكن تفرق جدا في حياة أولادك. أولا، روتين آمن. الروتين بيديهم إحساس بالاستقرار، يعني ميعاد نوم ثابت، أكلة محببة في يوم معين، قصة قبل النوم. الحاجات الصغيرة دي بتبقى الحصن اللي بيحميهم وسط الفوضى اللي حواليهم. ثانيا، كلام مطمن. متستنيش لما يسألك علشان تطمنيه، خليكي دايما بتبني جواه إحساس بالأمان. قوليله أنت في أمان، أنا موجودة، أنت مش لوحدك. ثالثا، حدود واضحة. خلي فيه قواعد ثابتة حتى في وسط المشاكل. يعني مثلا وقت المذاكرة هو وقت المذاكرة، مش معنى إن بابا وماما مختلفين يبقى كل حاجة تنهار. الطفل لما يحس إن الدنيا ماشية بقواعد بيحس إنه مش في خطر. وأهم نقطة بقى إنك تفضلي العمود الثابت وسط العاصفة. أيوة أنتي الأم هي قلب البيت، لو انكسر القلب الجسد كله بيقع. أنا مش بقولك تبقي سوبر هيرو، بس بقولك الطفل محتاج يشوفك بتحاولي، محتاج يشوف إنك بتقفي تاني حتى لو وقعتي، ومحتاجك تعرفي إن حمايته مش معناها تمنعي عنه الحقيقة، لكن معناها تشرحي له الحقيقة بطريقة تناسبه، وتأكدي له إنك موجودة، وإن اللي بيحصل حواليه مش ذنبه، وإنه يفضل دايما طفل، مش وسيط ولا طبيب ولا ضحية. وزي ما بنحمي الطفل من الألم لازم كمان نحميه من الضغط. يعني إيه؟ يعني من فضلك ما تخليش الطفل يبقى المتنفس الوحيد لغضبك. هو مش صديقك الكبير ولا المرآة اللي بتعكسي عليها مشاكلك. هو ابنك، محتاج يحس إنه صغير ومش مطالب يفهم كل حاجة بتحصل حواليه. لو حس إنك دايما بتعيشي على أعصابه أو إن كل كلمة بتقوليها عن باباه فيها سم، هيبدأ يحس بتضارب جواه ما بين حبه لأبوه وولاءه ليكي، وساعتها يبدأ يشيل جواه صراع مش أكبر من عمره، بس ده أكبر حتى من قلبه. ففصلي، خلي في خط واضح بين اللي بيحصل بينك وبين جوزك وبين علاقتك بابنك أو بنتك. حتى لو الأب غلط ما تحطيش الطفل في وضع القاضي، لأن الطفل بطبعه بيحب أهله الاتنين، ولو اتحط يختار هيختار يلوم نفسه. يعني بدل ما تقولي أبوك عمره ما بيهتم، قولي ممكن تبقى مش شايف دلوقتي هو بيحبك إزاي، بس أنا عارفة إنه بيحبك بطريقته. الجملة دي ممكن تحافظ على جزء بسيط من التوازن جواه، وفي نفس الوقت انتي ليكي كل الحق إنك تعبري عن تعبك، بس اختاري الوقت والطريقة
والمكان الصح. اعملي مساحة خاصة ليكي، مع صاحبة بتفهم، مع معالج نفسي، أو حتى مع دفتر وقلم. بس الطفل خليه دايما طفل، ما تشيليش على قلبه أكتر من عمره. مش لازم تكون حياتك مثالية، لكن مهم تكوني واعية بتصرفاتك، بكلامك، وبإزاي بتأثري في أولادك. خلي بالك، الأمومة مش بس حب، دي مسؤولية ووعي وقوة، وانتي قدها حتى في أصعب الظروف. وفي الآخر، أنا عارفة إن الحياة مش سهلة، وعارفة إن اللي بنعدي بيه كأمهات مش بسيط، بس طول ما انتي بتحاولي، بتسألي، وبتفكري، وبتحبي من قلبك، فانتي ماشية في السكة الصح. متنسيش إن كل كلمة طيبة بتقوليها لابنك، كل حضن، كل نظرة أمان، هي اللي هتفضل محفورة جواه، وهتبقى طوق النجاة في لحظات كتير قدام. لو الحلقة دي لمست قلبك، أو حسيتي إنها محتاجة توصل لأمهات تانيين، شاركيها معاهم، واعملي لايك للفيديو، واشتركي في القناة علشان توصلك باقي الحلقات، وسيبي لنا تعليق. قولي لنا إيه أكتر حاجة بتخوفي أولادك منها وإنتي مش قاصدة؟ هل عمرك حسيتي إنك بتقعي في فخ تحميل الطفل فوق طاقته؟ إيه أكتر حاجة بتساعدك تهدي نفسك وقت الخلافات؟ ردك يهمني، وتجربتك تهم غيرك. لحد ما نتقابل تاني، خلي قلبك حضن، وعقلك واعي، وخطواتك دايما ثابتة.